طيب دلوقتي انا دخلت الشركه جديد، والشركه بتقول لي يلا يا بطل احنا عايزينك تعمل لنا جرد وانفنتوري، واحنا ما عندناش سوليوشن، ولازم تعدي على جهاز علشان خاطر تجيب لنا مثلا السيريال نمبر، ونقدر نعمل بقى الشيت بتاعنا الجميل اللي انت لسه هتعمله لنا، وايه، وتجيب لنا الاجهزه ديت اشتريناها قد امتى، وهتبدا تتعامل مع الحسابات وكده. طب هل ده منطقي ان انت تعدي على جهاز؟ طبعا بعيدا عن ان هو منطقي ولا لا، وان انت هتبدا بقى، طبعا انت مش هتفتح جهاز. انت خلال من ريموت سيشن هتفتحها على الجهاز بتاع الموظف، تقول له اديني بس دقيقه، هتفتح الكوماند لاين، هتكتب wmake بايث جيت السيريال نمبر، كلمه واحده. طبعا انا مش هضغط انتر هنا، بس هو جيت سيريال نمبر وتضغط انتر، هيجيب لك السيريال نمبر بتاع الجهاز نفسه اللي انت بتبقى واخد عليه الضمان، اللي انت بتكتبه مثلا في الاتش بي ولا ديل ويب سايت، ويقول لك والله انت ضمانك من امتى لامتى. طيب هل حاجه تانية البايوس اقدر اكلمه؟ انا اقدر اقول له انا عايز والله الفيرجن بتاعك، وممكن اقول له والله انا عايز المصنع بتاعك، مانوفاكتشرر، يعني شوف انت عايز ايه من البايوس. المصنع انا كاتبها غلط، هيقول لي انت الفيرجن بتاعك كذا، والمصنع بتاعك اللي هو اتش بي. طيب انت برضو ممكن من خلال الدبليو ماك تعرف انت ايه الابلكيشنز اللي انت منزلها على جهازك من خلال كلمه برودكت دبليو ماك برودكت جيت. انت عايز تعرف ايه؟ انت عايز تعرف، انا عايز اعرف الاسامي الابلكيشنز اللي نازله على الجهاز عندي كتير قوي. هو للاسف يعني انا ضغطت انتر بس هيبقوا كتير قوي، هيبقى هتلاقي بقى ادوبي ومايكروسوفت اوفيس، وكل حاجه هتلاقيها موجوده في الليسته دي. كانك من الاخر كده فتحت الايه اللي هي الكنترول بانل، ورحت على البروجرامز بتوعك وشفت الايه كل حاجه نازله هناك. خلينا نشوف النتيجه بتاعته، اتمنى ان هو ما يطولش. وبرضو انت ممكن في نفس الكوماند تكتب مثلا انت عايز تكتب مثلا لسه اللي هو النيم الفيرجن هنا قال لك اهوت انا عندي مثلا اتش بي ابديت مثلا انا منزله، انا عندي والله البايثون منزله، انا عندي الابلكيشن الاي كلاود اوتلوك انا منزله. شوف ايه بالظبط الابلكيشنز، كل الابلكيشنز هتلاقيها هنا. عندي في ام وير انا شفتها دلوقتي، راح فين تاني؟ يعني عندي حاجات كتير الصراحه. طيب انا دلوقتي ممكن اعمل ايه تاني؟ انا ممكن اقول له والله اديني النيم، وعايز معاها الفيرجن، واديني الفندور بالمره. هينظمهم لي كده زي الجدول، وهيقول لي زي ما احنا شفنا كده فوق بالظبط. هنا كان بينظم لي العمليه، هو ماشي مفيش مشكله. هنشوف الجدول اللي هو هيعمله دلوقتي، هنلاقي ان الجدول اللي هيديهولي متقسم لثلاث خانات زي ما انا عاملهم، نيم وفيرجن وفندور. بالظبط كده، هيقول لي والله ده مايكروسوفت مثلا ادوبي، من ادوبي اهوت اللي هو الادوبي اكروبات عندي، والفيرجن بتاعه ده. عندي مثلا البايثون، وادي الفيرجن بتاعه من البايثون. عندي مثلا اتش بي، وانا منزل مثلا الاي دبليو اس لانشر اللي هو الفيرجن بتاعه. كل حاجه بتبقى موجوده هنا بطريقه سهله، وانا بحب الطريقه دي جدا الصراحه، خصوصا اذا انا كنت عايز اضيف المعلومات دهيت لملف، وليكن ملف اسمه applications info .txt، ويطلع لي بره مره واحده. هضغط انتر، كل الكلام ده هيطلعه لي في ملف تكست فايل. هروح على بس الباث بتاعي وهشوفه، هلاقي الابلكيشن، هلاقي التكست فايل دهوت موجود فيه كل المعلومات دهيت، واقدر استخدمها زي ما انا عايز، واعمل كنترول اف واشوف اللي انا عايزه واللي انا عايز اشيله والليسته اللي هستخدمها. خلينا بس نخلص لغايه ما يعني يخلص اللي هو بيعمله. هو تقريبا كده خلص وحفظه لي في الملف اللي بره ده.